السلام عليكم، يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعود ان احنا هنعمل التحديات بشكل جديد، والتحديات المرة دي هتكون خلال 3 شهور. كل 3 شهور هيكون في مجموعة تحديات معينة هنشتغل عليها، هتغطي جوانب كتير من حياتنا. وفي الفيديوهات ان شاء الله مدتها تكون قصيرة، ونحاول بقدر الامكان نقدم الفايدة. ممكن نبقى نعمل ريلز بتخدم التحدي خلال الاسبوع. وخليني اعلن عن التحدي بتاعنا، وان شاء الله هيكون في تفاصيل اكتر منه في البرودكاست على الواتساب اللي هسيب لكم لينك الاشتراك بتاعه في صندوق الوصف. وبرده ممكن هننزل بوستات على الفيسبوك، وبرده السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقوه في صندوق الوصف. وكمان بعض التحديات ممكن نبقى نعمل لها فيديوهات تانية او ريلز صغيرة تبقى موجودة معانا خلال الأسبوع، أو حتى خلال فترة التحديات اللي هي ال3 شهور. لأن زي ما احنا قلنا كل تحدي احنا بنعمله مدة أسبوع، ولكن مش بنعمله في أسبوع وبينتهي، لا بيفضل مستمر معانا لحد نهاية التحديات، نهاية ال3 شهور. وزي ما قلنا وبنذكر تاني، احنا هدفنا نبني عادات إيجابية ونتخلص من عادات سلبية. فالموضوع العادة هيفضل موجود ومستمر معانا طول حياتنا. ويلا بينا نخش مع أول تحدي، وهو تحدي إدارة مصروفاتك. أتمنى الناس اللي كانت مشاركة معانا من التحديات من شهر 9 2022 يكونوا لسه مستمرين في التحدي ده، لان ده تحدي مهم جدا. ولكن في حاله ان انت ما طبقتوش قبل كده، او في حاله ان انت اول مره تكون موجود معانا في التحديات، احب اذكرك بجزء من الحديث اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4. وقال في الحديث: وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. احنا في فتره التحديات هنشتغل على فيما انفقه. احنا هنحاول بقدر الامكان نعمل اداره للمصروفات بتاعتنا عن طريق شيت هسيبه لكم برده في صندوق الوصف، وهبعته لكم في البرودكاست، وهيبقى موجود على جوجل درايف. برضه هسيب لكم بعض التطبيقات اللي بتساعدنا على إدارة المصروفات في صندوق الوصف. ده يعتبر كان فيديو إعلان التحديات بتاعتنا هتبقى ماشية ازاي، وبداية التحدي الأول. وممكن تبدأ من النهاردة لو انت حابب تكتب المصروفات بتاعتك. وما تنساش تشارك التحدي مع أصحابك. ولو انت حابب ان انت تنضم لنا في البرودكاست أو أي حد من أصحابك، برضه زي ما قلت لك التفاصيل هتلاقيها في صندوق الوصف. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا رأيك في التعليقات، وتشترك في القناة. ونشوفكم على خير في فيديوهات جاية إن شاء الله. سلام.